لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندري، شوط أول حماسي بين اللي بدأوا بتشكيلة نقدر نقول الاتحاد السكندري لعب 4-2-3-1. مهدي الإسلامان لحراسة المرمى، قدامه 4 باكات من يمين شمال، هشام صلاح، محمود علاء، خالد صبحي وصبري الرحيل، قدامهم خالد الغندور ومورو ساليفو. 3 تشادو سترايكر، احمد عادل ميسي، محمد محمود، اسلام عبد النعيم وموتو اوجستن. اما نادي المقاولون العرب مثلوا في اللقاء محمود ابو السعود، قدام منه احمد عاطف واحمد علاء واحمد الشيمي فاروقه، في عبد الرحمن جبنه، عمر فايز، مامادو نياس وشايه. واللقاء اللي بيحكمه في هذه المباراه محمد الغازي، وبيعاونه هشام طلب مساعد اول، وائل عاطف مساعد تاني، حكم رابع جلال احمد، حكام الفار حسام عزب وهشام الدسوقي. شوط حماسي بين الفريقين، كل فريق بيحاول انه يتقدم، لكن نجوم الشوط الاول من وجهة نظري الشخصية حارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان، اللي تصدى لاكتر كورة من كورة، علاوة على جماهير الاتحاد السكندري اللي عاملة حالة جميلة جدا داخل استاد عثمان احمد عثمان. مقاولين بيلعب 3-5-2، وزي ما قلت الاتحاد بيلعب 4-2-3-1. الشوط الاول الاستحواذ 53% مقابل 47% لصالح الاتحاد السكندري. التسديد على المرمى، المقاولون العرب سدد 7 تسديدات، منهم 4 على المرمى، تصدى لهم جميعا المهدي سليمان. اما الاتحاد السكندري سدد 3 تسديدات لكن بعيد. تسديدات اتصدت، الاتحاد صد 4 كورات. التمريرات العرضية 15 للمقاولون مقابل 10 للاتحاد. ركنيات 7 للمقاولون، الاتحاد ملوش اي لعبة. عدد اللمسات 248 للاتحاد مقابل 220 المقاولون العرب. تمريرات الاتحاد تمريرات الصحيحة 143 مقابل 129 المقاولون العرب. يعني الصد زي ما قلنا الاتحاد السكندري تصدى عشان 4 كرات مقابل 1 للمقاولون. عشان كده بقول شوط اول نجومه هم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري وجمهور الاتحاد. واضح من البداية ان الاتحاد السكندري قدم الى القاهرة من اجل ال3 نقاط، والمقاولون العرب ايضا بيحاول انه يحصل على ال3 نقاط، لانه النادي الوحيد اللي من اول 2023 لغايه دلوقتي في مصر هو النادي الوحيد اللي فاز في جميع المباريات. هل يفعلها الاتحاد السكندري ويعود للاسكندريه ويرفع امالي انه يصل للمركز الرابع وينهي الدور الاول في المركز الرابع ويبقى قريب قوي من انه يروح الكونفدراليه؟ ده اللي هنشوفه في احداث الشوط الثاني. الشوط الثاني من لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندري باستاد عثمان احمد عثمان، بدأت احداث الشوط الثاني بدون اي تعديلات او اي تبديل. كانت البداية حذرة بين الفريقين، لكن بعد 10 دقائق زوران المدير الفني لنادي الاتحاد والقابع في المدرجات للعقاب بيعمل أول تبديلين، بيشرك بوبولولو رقم 9 وإبراهيم حسن رقم 2 بدلا من إسلام عبد النعيم وأوموتو أوجستن، ويبدأ فاصل من التحركات الخطيرة على مرمى نادي المقاولون العرب، وأكتر من كورة، وياخد كورة يرقص بيها الدفاع إبراهيم حسن ويتصدى لها محمود أبو السعود. في الدقيقة 17 كابتن شوقي غريب بدأ يجري تبديلاته، بدأ يدفع بعمر سابيولا وفادي فريد، وسحب من الملعب مامادو نياس وسحب عبد الرحمن جبنة. بعد منها توالت التبديلات، بيظهر في تشكيلة الاتحاد السكندري في الدقيقة 30 عبد الغني محمد، وبيخرج أحمد عادل ميسي.
وايضا في تبديل اخر، عمار حمدي في الدقيقه 40 نزل بدل محمد محمود فريق الاتحاد. تبديلات الفريقين لم تسفر عن اي شيء، يعني كابتن شوقي اضاف لاعبته محمد رزق ومحمد هاني تريكا ومحمد شوقي غريب، نزلهم بدل وشايه وبدل مامادو نياس واحمد الشيمي واحمد عاطف. قبل نهايه المباراه بدقيقه كاد جون اوكاي لاعب نادي المقاولون العرب انه يسجل هدف، لكن الكوره ارتطمت بالعارضه او القائم الايسر لمرمى الاتحاد، تترد الكوره بهجمه لنادي الاتحاد السكندري، يطيح بالكوره عاليه عمار حمدي من داخل منطقه الجزاء. عموما انا ليا حاجه كده عايز اقولها، محمد محمود لعيب مهاري كويس جدا، لكن محمد محمود جسمه ضعيف، محتاج تقويات النص التحتاني من جسمه، مهم جدا. يعني انت كان عندك مروان عطية نفس الجسم لكنه قوي من تحت، عندك محمد صلاح لما سافر بره بدأ يعمل تقويات. نفسي محمد محمود يبدأ يشتغل معاه جهاز نادي الاتحاد السكندري انه يعملوا تقويات. هو لعيب حريف جدا ولعيب يقدر يصد، لكن كل كورة بيحاول ياخدها بيقع بيتزق، لازم ينشف شوية ويعمل تدريبات تقويات. دي ملاحظتي عليه النهارده. ما شاء الله محمود علاء كان مادي مباراة كويسة جدا، وفي يمكن كورة التحم معاه اخوه احمد علاء وكادوا يصيبوا في ارض الملعب، وكلنا شكينا في الكرة دي، لكن حكم المباراة اعتبرها انها يعني لعبة عادية جدا داخل المنطقة. ايضا مورو ساليفو مازال في وسط ملعب نادي الاتحاد السكندري بيتحرك بشكل كويس جدا. الغندور محتاج يلعب الكرة المباشرة السريعة اكتر. عبد الغني محمد رغم مشاركته الا انك تحس ان عبد الغني بيخاف يتحرك للامام، يعني بياخد الكرة ويروح قاطعها وراجع بيها مسلمها. انا بنزل عشان استلم واسلم، انا عايز اهاجم زي ما احمد عادل ميسي بياخد الجنب الشمال كده ويروح المرمى. مطلوب ان عبد الغني ياخد زي بالظبط النهارده اسلام عبد النعيم سحب كوره وعدى وفات واتعمل معاه فاول، خش اعمل الكلام ده. يعني هو حاول يعمل حركه بس عمل سيموليشن وخد عليه انذار عبد الغني. محمد ايضا ما زال صبري رحيل بيؤدي بشكل كويس جدا، وما زلت بنادي اين البديل لصبري لو توقف عن اللعب. ده الكلام اللي انا عايز اقوله، يعني لازم يكون عندنا في بعض الحاجات كده نتكلم. النهارده خالد صبحي ومحمود علاء عاملين ماتش كويس جدا جدا جدا، قادرين يدافعوا. كان ناقص الاتحاد السكندري انه يسجل في هذه المباراه الكلام اللي احنا كنا نفسنا، كون ان الفرقه بقى عندها دافعيه انها بتدور على الثلاث نقاط. الجماهير النهارده كانت عامله حاله جميله جدا في ملعب المباراه. عموما عايز اتكلم عن احصائيات اللقاء بقى في الشوط الثاني. احنا قلنا احصائيات الشوط الاول، نقول احصائيات الشوط الثاني. التسديدات على المرمى، المقاولين العرب سدد 14 كوره منهم 4 على المرمى، الاتحاد سدد 6 منهم واحده اللي هي صدها محمود ابو السعود. تمريرات العرضيه في 27 تمريره عرضيه المقاولين مقابل 22 للاتحاد. الأخطاء المقاولين عليه 17 مقابل 11 على الاتحاد. الركنيات 12 للمقاولون مقابل 1 للاتحاد. الإنذارات إنذار هنا وإنذار هنا، إنذار لعبد الغني وإنذار لأحمد عاطف. عدد اللمسات كانت 586 المقاولين مقابل 570 للاتحاد. على فكرة الشوط الثاني المقاولون هو المستحوذ على الكرة اكتر، ودي الاحصائيات البان. انا لما اتكلمت على احصائيات الشوط الاول كان الاتحاد احصائياته اكتر، وكان الاتحاد الاستحواذ له انقلب الاستحواذ الشوط الثاني واصبح الاستحواذ 51 المقاولون مقابل 49 الاتحاد. وطبعا ده ما يعتبرش استحواذ لان الفريقين كانوا قريبين من بعض جدا في هذه المباراة، وكان في ندية بين الفريقين وكل منهما بيسعى جاهدا لانه يفوز بالمباراة. عموما انتهت المباراة وكده الاتحاد السكندري أصبح لديه 26 نقطة وما زال في المركز السادس، والمقاولون العرب عنده 28 نقطة. الاتحاد عنده فرصة، الزمالك بكرة هيلعب مع فيوتشر، الاتحاد عنده فرصة انه يفوز في ماتش الإسماعيلي، والأهلي هيلعب مع المقاولون، جايز الأهلي يفوز على المقاولون العرب، ولو الاتحاد فاز الاتحاد ممكن يبقى 29. ده اللي احنا عايزين نشوفه النهارده.
نقطة من المقاولين أفضل من عدم وجود نقاط. والاتحاد دلوقتي ده تاني تعادل له، هو فاز في 8 وتعادل في 2 وهزم في 6، له 16 هدف وعليه 16. المقاولون العرب فاز في 7 وتعادل في 7 وهزم في 2، له 20 هدف وعليه 15. فريقين كبار، مديرينهم مديرين فنيين محترمين جدا، عملوا مباراة حلوة. وعايز أقول جمهور الاتحاد كان حالة جميلة في الملعب بالأغاني، يعني حتى مخرج المباراة كان متعمد ان هو يجيب لنا البروي بتاع الملعب، يعني الجمهور لما بيغني بيقول تعالى 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 نشجع الاتحاد، كنا بنسمع الكلام ده. يعني هو ده اللي احنا يعني عايزين نقوله، ايه، جماهير تدخل عشان تشجع فرقتها، سواء نادي الاتحاد، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي المقاولون، غزل المحله، المصري، اسوان. النهارده ما شاء الله يعني هم تعادلوا من النهارده مع الجيش 2-2، كان جمهورهم يفرح في ارض الملعب. الاسماعيلي النهارده قدر يفوز 3-1، سعيدنا جدا بفوز النادي الاسماعيلي بهذه المباراه اللي رفعته للنقطه ال 12، ويعني بقى بينه وبين الهروب لو كسب كمان مباراه من الدور الثاني ان شاء الله ممكن، او يبدا الدور الثاني يعمل شغل كويس. اكيد ميدو بدا يعمل حاجه كويسه مع المقاولون العرب. بنهي هذه الرساله وبتمنى التوفيق لنادي الاتحاد السكندري في مباراته القادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم المعلق الرياضي دكتور علاء متولي.